ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض طاجن لحمة بالخضار. حاجة كده جميلة هتنفع معاكي في العزومات في الأيام دي. هتاخدي طريقة ونتيجة للحمة مستوية جدا، والخضار كمان زي ما انتوا شايفين كده. وكمان اللحمة هتكون دايبة معاكي بالشكل اللي انت شايفاه كده، ما شاء الله عليها. حاجة كده خطيرة. تعالوا نخش على الطريقة على طول ونسمي بسم الله. معايا هنا حلة، حط فيها معلقة من السمنة. هضيف عليها كده كيلو من اللحمة متقطّع قطع كده، القطعة اللي أنتِ تعجبِك سواء صغيّرة أو كبيرة على حسب قطعية اللحمة اللي عندِك. هاحُط على اللحمة كده بعد ما تغيّر اللون بتاعها بصلاية متقطّعة شرايح، وهاقلِّب فيها كده لحد ما تدبل في قلب بعضها كده ويغيّروا لون مع بعض ويدبلوا مع بعض. هاضيف عليهم بهارات صحيحة، حبّهان، مستكة، ورق لوري، كمان قرنفل، وكمان هاضيف كده قرنين من الشطة. وأقلِّب كده كويس جدًا لحد ما يتشوّحوا معايا تشويحة حلوة أوي، أوي. التشويحة دي كمان بتخلّي اللحمة طعمها جميل. هاضيف عليهم معلقتين من الصلصة كده أو معجون الطماطم، وهاقلّب برضه واشوّح فيهم لحد ما يتشوّحوا معايا كويس. وهاضيف عليهم مَيّة سخنة بتغلي، يعني هاغطّيهم كده بالمَيّة السخنة وأقلّب فيهم واسيبهم يستووا لمدة ساعة ونخش على العجينة على طول. معايا هنا كوبايتين من الدقيق، هاضيف عليهم نطرة من الملح ونطرة من السكر وكمان معلقة خميرة كده، وكمان معلقتين من الزيت. وهاقلّبهم كده في بعضهم، وبعدين هاعجنهم كويس جدًا. طبعًا المَيّة على حسب ما أنتِ الدقيق بتاعِك بياخد. كل دقيق بيختلف في العجن بتاعه عن التاني، ممكن ياخد أقل من كوباية وممكن ياخد كوباية. أنا العجينة بتاعتي خدت كوباية من المَيّة كده. أنا عايزة العجينة بتاعتي ما تكونش بتلزق، أو اللي هي يعني مش ناشفة أوي ومش طرية أوي، يعني عايزاها تكون بتلزق، يعني حاجة بسيطة كده. أهو هاعجنها كويس جدًا وهاسيبها إن هي تخمر. شايفين العجينة بتاعتي حلوة إزاي؟ هاسيبها بقى تخمر على جنب، وتعالوا نحضّر الطاجن بتاعنا. هنا بقى كانت اللحمة استوت معايا أهوًا، السِوَى اللي أنا عايزاه، أنا عايزاها 3/4 سِوَى، يعني عايزة الربع الأخير ده تستوي مع الخضار فيه. معايا الطاجن بتاعي هاحط فيه اللحمة بتاعتي وهاحط فيه خضار، أي أنواع خضار عندِك أنتِ عايزة تحطيها الطاجن ده بيقبلها. معايا هنا أنا حطيت بطاطس وكمان كوسة وكمان جزر وكمان بسلة. وقلّبتهم كلّهم في بعض كده. الطاجن ما شاء الله عندي خَد كمية خضار حلوة أوي، ولو كنت عندي خضار تاني كنت حطيت. بهارات مشكّلة، طبعًا فلفل أسود والملح بتاعي وبس كده، دي البهارات بتاعتي. وطبعًا الملح أنا ما حطيتوش في الأول عشان اللحمة ما ينفعش إن إحنا نحط لها الملح في الأول، هتأخّر في السِوَى. فأنا ضبّطت الملح بتاعي كده، وهاقلّب كل الخضار في بعضه أهو زي ما أنتم شايفين كده. حاجة ما شاء الله، والألوان جميلة إزاي. العجينة هنا كانت بقى اختمرت معايا. هابدأ إن أنا أشيلها كده وأفردها كويس بسُمك حلو، مش رقيق أوي ومش تخين أوي برضه. هافردها كده كويس أهو بإيدي وكمان بالنشابة كده أهو. وبعدين هاحطها بقى على الطاجن بتاعي بالطريقة دي. وأي زيادة بقى أنا هاشيلها، وكمان الزيادة دي هنسويها وهتبقى معانا عيش جميل أوي. شايفين؟ هابدأ أشيل الزيادات دي أهو. ومعايا هنا بقى بيضة عشان أحطها على الوش، وكمان شوية لبن وعليهم نطرة فلفل أسود، وهادهن بيهم الوش كده كويس أوي. وهاحط على الوش ده كمان معايا هنا سمسم وكمان حبة البركة، هاضيفهم عليهم كده أهو. ده سمسم وكمان حبة البركة كده، وهاحطهم وهادخّلهم الفرن يستووا لمدة ساعة برضه في الفرن، لمدة ساعة، درجة حرارة عالية. كده كان استوى معايا وطلع بنفس الشكل. تعالوا نشوف بقى النتيجة كانت عاملة إزاي. ما شاء الله الطعم كان جميل، العيش اللي فوق ده كان طعمه تحفة جدًا، جدًا. شايفين؟ شايفين الجمال؟ حاجة كده جميلة، اللحمة دايبة والخضار مستوي جدًا، 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 وشكله روعة والطعم كمان أحلى وأحلى. تعالوا نغرف مع بعض ونشوف كمان النتيجة عاملة إزاي. هنا أهو طبق كده هاحط فيه حبة حلوين، وكمان هادوق معاكم وإن شاء الله، إن شاء الله النتيجة تعجبكم، وكمان تجربوه بنفس الطريقة. شايفين اللحمة دايبة إزاي؟ تعالوا ندوق مع بعض بقى. هنا كان المغرب أذن بقى وندوق براحتنا. حاجة كده خيال. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.